الحما والحما، حماتها وحماها وجوزها والطفله وسيلي وخالهم، لحد ما حصل اللي حصل. صبا مساء خير عليك يا جدع. مش عارف ده رابع ولا خامس ولا 10 فيديو في السلسله اللي مش عارفين لها اسم دي، بس انا مدلعك. وهنت سريع كده، يوم 23/8 مناقشه الروايه في ساقية الصاوي في الزمالك. لو ما جيتش هفشخك، وتيجي انت واصحابك وولاد عمك وولاد ولاد عمك وولاد خالات عمتك. انا مش عارف اللي انا بقوله، بس هو كده زحمه. وبما اني معودكم على فيديوهات كتير ومعودكم ان انا بدخل على طول في الموضوع، فاحنا هناخد بعضينا دلوقتي ونسافر على الهند يا معلم. وطبعا فاكر اخر مره رحنا الهند لما رحنا الباجوان المجنونه ده على قناه مع الديبو، يعني مش القناه هنا، بس لو ما شفتوش انصحك تروح تشوفه عشان هيعجبك فشخ. يا بنت الفجرة عملتها معايا انا، ده بقى يعصبني اكتر اللي انا امسكها بعد كده تطير. المهم يا جدع، رحنا الهند لقينا واحده اسمها جولي اتولدت في قريه اسمها كتبان. وعموما الاسماء من الهند فمحدش يعتب عليا، هي بقى هي الاسماء كده وخلاص. والقريه دي كانت في ولايه اسمها كيرلا في الهند يعني. وعيلتها كانوا فلاحين اللي بيزرعوا في الارض على قد حالهم، يعني من اخيرا اللي بيشتغلوا بيه بياكلوا بيه، ما كانش فارق معاهم الغنى ولا الفقر ولا الكلام ده كله. بس جولي ما كانتش حابه عيشه الفقر اللي هي فيها او العيشه اللي على القد، وكان طموحها دايما ان هي عايزه تعيش مرتاحه وغنيه. المهم اما كبرت شويه اتعرفت على واحد اسمه روي من قريه جنبهم. روي كان موظف اموره زي الفل شويه، وعيله روي كانت معروفه في القريه اللي جنبهم ان هم مشهورين قوي يعني. القريه اللي كانوا عايشين فيها كان اسمها كوداساي، ومحدش يعتب عليها في الاسماء برضه. والقريه اللي كان عايش فيها روي غير القريه اللي عايشه فيها جولي، بعيد عن بعض شويه بس في نفس الولايه اللي هي كيرلا. وكان في قريه جولي بالنسبه لهم يعني ان واحده تتجوز من واحد متعلم او عنده وظيفه فدي حاجه فوق الخيال. عشان كده جولي كانت بتحاول تقوي العلاقه بينها وبين روي باي طريقه. وعيله روي كانت مكونه من الاب توماس والام انما وثلاث اولاد، روي وروجو واختهم البنت اللي اسمها رينجي. مش عارف ليه وانا بتكلم حاسس ان اهز راسي، ويعني نبطل تنمر. وبالنسبه لعيله روي دي كانت عيله كلها مثقفين. الاب والام شغالين مدرسين اصلا في مدارس، بديهي جدا مدرسين في مدارس متبقاش غبي. والاخوات الثلاثه في منهم اللي خلص دراسته الجامعيه، فدي حاجه كبيره بالنسبه للقريه، وفي منهم اللي لسه بيدرس. وفي يوم من الايام روجو اللي هو الاخ الوسطاني راح للاخت اللي اسمها رينجي اللي هي الاخت الاصغر، وقال لها انا معايا رساله لاخونا الكبير اللي هو روي، رساله من واحده اسمها جولي. طبعا الفضول خدهم وفتحوا هم الرساله، فاللي هو رساله حب. جولي بعتها لروي، وقتها يعني كانت هي دي الطريقه بينهم يعني ان هم يبعتوا رسائل وكده. وبعد فتره بدات بقى القصه، وروي اتقدم لجولي وكان عايز يتجوزها وطلب ايديها من اهلها رسميا فعلا. وبالنسبه للعيلتين كانوا متحمسين جدا. وعيله جولي ما كانتش بتزور عيله روي كتير، بس عيله روي اتشجعت جدا لما عرفوا ان جولي حاصله على ماجستير، فده شيء كبير بالنسبه للكره يعني، ماجستير في التجاره. وكان واضح ليهم جدا ان جولي دي بنت ذكيه مثقفه متعلمه، وبما ان ابنهم بيحبها فمفيش مشكله ان الجوازه تتم. وفي يوم من ايام سنه 1997 اتجوز روي وجولي رسميا خلاص. ويوم فرحهم كان يوم كله مطر شديد جدا. عندهم اعتقاد في الكوره بتاعتهم ان لما المطر ينزل كده يبقى في نذير شؤم، وان الجوازه دي بايظه وان الجوازه دي هتبقى زي الزفت. بس رغم كل ده تموا الجوازه عادي وما فشكلوهاش. وجولي اتحركت ونقلت في بيت روي، بيت العيله نفسه، وعاشت معاه. وجولي كانت عايشه حياه طبيعيه معاهم، وبتقضيها بقى تروح للجيران، تطلع مع حماتها شويه وهكذا. بس بعد فتره انما اللي هي حماتها قالت لها يا بنتي ما انت مخلصه دراستك وكله تمام ومعاكي الماجستير بتاعك، ليه ما تنزليش شغل كده وتظبطي الدنيا يعني. بس جولي كانت بتحس بالضغط لما حماتها تقول لها كده، يعني انا سايبه عيشه الفقر عشان اجي هنا اشتغل، ايه الهبل ده يا عم. وحماتها اللي هي انما كانت دايما بتقول لها الجمله دي وتقول لها يا بنتي روحي شوفي شغل وساعدي جوزك كده وكبروا وبتاع. والتانيه كانت بتتجاهلها دايما في السؤال ده. لحد بعد فتره جولي حملت وجابت ولد اسمه ريمو، وطبعا ده اول طفل في العيله فالكل كان فرحان ومبسوط جدا. بس بعد كام شهر من الولاده حماتها رجعت تاني وتقول لها يا بنتي انزلي شغل وشوفي مصلحتك، ولو خايفه على ريمو ما تقلقيش وعايش في وسطينا وانا هربيه. وقتها جولي سخنت بقى وتعصبت، واللي هي اصرت ان هي لا انا مش هشوف شغل. وقتها حماتها بدات تسال نفسها وليه الاصرار الغريب اللي مخلي جولي مش عايزه تشتغل خالص ده. ممكن تكون عايزه تعيش ست بيت يعني وما تشتغلش. بس هي طبعا ما تعرفش يا جدع، وانا وانت اللي عارفين دلوقتي ان جولي اصلا مش واخده ماجستير في التجاره ولا اي حاجه يا معلم. هي مخلصه ثانويه اصلا، وكسبت الكسبه دي عشان تخلي اهل روي يوافقوا ان هم يتجوزوا، لان زي ما قلنا في الاول هي غايتها اصلا ان هي تتجوز روي. هي عملت كل ده عشان تتجوز واحد يعيشها عيشه مرتاحه. لحد اما في يوم من الايام ابوها بعت رساله، ابو جولي بعت رساله وقال ان هو جاي زياره. ساعتها جولي انصدمت وبقت خايفه،
لان طبيعي لما يجي ممكن حماتها تفتح موضوع الشغل، ابوها يقول اي حاجه فكذبتها تتكشف. فسبحان الله قررت ان هي تتخلص من حماتها وش كده على طول، مفيش هزار. وفعلا في يوم من ايام سنه 2002 كانوا العيله كلها مجتمعين يفطروا مع بعض، الدنيا جميله، شغالين بقى الاغاني بقى وبيرقصوا اللي هي الحركات الهندي دي ما بعرفش اعملها، وحركات بقى كده، مع اني لما بحضر ببقى هندي بس ما برقصش هندي. وده اسقاط على اغنيتي اللي نزلت بقى لها سنين دي اللي اسمها لما بحضر ببقى هندي، او اسمها هندي. انا نسيت الاسامي اصلا، يا نهار اسود. المهم الستات كانوا في المطبخ وبيجهزوا الاكل كمان، حلويات بقى وحركات. ورنجي اللي هي البنت اخت روي شافت امها اللي هي انا حمات جولي وهي بتشرب ميه وداخله اوضتها. بس رنجي استغربت ان عدى بتاع ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه ونص حاجه كده، يعني عدى وقت والام لسه ما ظهرتش. فراحت دخلت لها الاوضه عشان تشوفها، لقيتها مرميه على الارض وعماله تعيط وشكلها غريب. فجريت على امها، مالك يا حبيبتي، ايه اللي جرالك، في ايه بتعيطي ليه؟ فامها قالت لها انا خلاص بموت. فرنجي جريت زي المجنونه، قطعت الكهرباء عن الاغاني والحاجه وقالت لهم الحقوا ماما بتموت. وفعلا خدوها وجريوا على المستشفى، بس وهم في طريقهم للمستشفى كانت الام ماتت اللي هي حمات جولي. طبعا البيت كله كان في حاله صدمه ودخلوا في حاله هستيريا وعياط وبهدله، لان مهما كان الام ماتت. بس مفيش حد شك في الموضوع او حس مثلا ان يكون حد قتلها او حصل حاجه، وكل اللي افتكروه سكته قلبيه، سكته دماغيه، اي حاجه كده يعني، غير ان هي كانت بتعاني من شويه امراض فربطوا ده بده يعني وعدى ليه الموضوع. رغم ان الدكاتره قالوا يشرحوا الجثه عشان يفهموا سبب الوفاه، بس الاهل قالوا لا، ما فيش تشريح، ما فيش الكلام ده كله. ومن ساعه ما الحما او الام انا ما ماتت وجولي اتغيرت جوه البيت، بقت مهتمية بكل شيء، تحاول تسيطر على المكان، البيت يتنظف امتى لازم يكون بأمرها، الأكل يتحضر امتى يكون بأمرها، لدرجة إن هي بدأت تدي أوامر لكل يعملوا إيه. ورنجي الوحيدة اللي كانت ملاحظة إن جولي اتغيرت من ساعة حالة الوفاة دي وفي حاجة غلط، بس هي ما حكتش حتى لأبوها لأن هو كمان كان عنده أمراض الدنيا، فما رضيتش تحكي لحد على حاجة. وفكرت إن جولي بتعمل كده عشان تاخد تقدير منهم إن هي حاولت تسيطر على المكان وحاولت تظبط الدنيا عشان ما يحسوش بوفاة أمهم. وبعد فترة جولي حست إن هي لا، هي عايزة تقدير أكتر من كده أو عايزة تسيطر أكتر من كده. فبدأت تقول لهم في البيت أنا الحمد لله لقيت شغل في مدرسة، اللي هو زي حماتها يعني، أنا لقيت شغل في مدرسة وهبدأ شغل. وبدأت تتظاهر يعني إن هي بتروح الشغل وبترجع من الشغل، والحركة دي خلتها تكسب ثقة أكتر في البيت واحترام وتقدير. وزي ما قلت لكم في الأول إن اللي ماسك وظيفة يعني أو معلم أو الحاجات في الكورة دي بيبقى ليه احترام كبير جدا يعني. وطبيعي بعد التقدير والاحترام ده كله عمر ما حد هيشك فيها إن هي عملت مصيبة. والوضع فضل زي ما هو كده في العيلة لحد سنة 2005. في السنة دي رينجي اللي هي أخت روي الصغيرة اتجوزت وجوزها خدها وعاشوا في قرية تانية، وفضلت الحياة تستمر بدون أي مشاكل وكله تمام لحد سنة 2008. في الفترة دي كان في مشاكل بدأت تظهر ما بين جولي وحماها اللي هو أبو روي اللي اسمه توماس، والسبب إن كان في شخص بيزورها بشكل متكرر اسمه إيميس ماسيو. وإيميس ماسيو ده كان ابن أخو بنما اللي هي الأم اللي هي حمات جولي. وإيميس ماسيو ده كان شغال في الصاغة اللي هو مجوهرات وذهب وكده، وكان بيتردد بشكل مستمر لبيت توماس اللي هو حما جولي اللي هو ابو روي. وبعد فتره من الزيارات دي بقى هو وجولي اصحاب متقربين لبعض شويه، وتوماس اللي هو حماها او الاب بدا يلاحظ الموضوع وسال جولي وقال لها هو ايه اللي بينك وبين ايميس؟ ليه ايه يا اوتومانس؟ وهي بدات تديله مبررات واجاذيب كتير ان مفيش حاجه يعني عادي. هو ما كانش مصدقها وكان بيزيد غضب كل لما يسالها وكل لما ايميس يجي. وهنا جولي حست ان حماها بقى خطر عليها، وحست ان الحما اللي هو توماس ممكن ينشر الموضوع او يقول للعيله على حاجه زي كده. وطبعا التصرف الوحيد بالنسبه لها ان هي تقتله، والغايه من قتله ما كانش مجرد ان هي تخلص منه، كان في غايه تانية جواها. وفعلا في يوم من ليالي سنه 2008 الحاج توماس كان قاعد بيشرب القهوه بتاعته، وبعد كده بياخد حبايه كده قبل النوم. راجل مريض ربنا يعافيه ويشافيه يا بابا. المهم راحت عنده جولي بعد ما خلص القهوه واديته الحبايه واديته كوبايه. مسافه ما شرب الحبايه وكوبايه الميه بدا يحس بمغص، بعد كده حس بوجع شديد قام مغمى عليه. في اللحظه دي جولي جريت على اوضتها واستخبت فيها كأن ما تعرفش حاجه وملهاش دعوه، لحد اما روجو اللي هو الولد الوسطاني اخو روي هو اللي شاف ابوه مرمي على الارض، وبسرعه قام واخده على المستشفى عشان يعالجه. بس للاسف وهو في الطريق اتوكل على الله ومات. وبعد موت الاب الكل قال ان هو مريض وعنده امراض ودينه بقى قلبيه ومات. وتخيل ان جولي هي اللي منعت الدكاتره وقالت لهم ما تشرحوش الجثه، لان من حق الاولاد او القرايب ان هم يمنعوا الدكاتره من ان هم يشرحوا الجثه. وفعلا جولي قدرت تقنع الكل ان ما يشرحوش الجثه وخدوها على المدافن. وفي نقطه برضو ان حماتها اللي هي الضحيه الاولى ماتت سنه 2002، والضحيه الثانيه اللي هي توماس اللي هو حماها مات في 2008. فالفرق السنين ده كله ما خلاش حد يشك ان ممكن يكون في حاجه او ان حد مثلا قتلهم او حصل حاجه. ونفس اللي حصل اول مره، رجعت البيت وبدات تعمل سلطه زياده
كده بقى في البيت، وبقت مسيطرة اكتر واكتر جوه البيت. وبعد موت الاب او الحما بفترة جالهم الطفل التاني وسموه رينولد. يبقى كده جابوا ريمو الاول وبعد كده جابوا رينولد. المفروض بقى ان خلاص عيلة جولي كبرت والاطفال بتزيد، الموضوع بقى لطيف بقى، نلم نفسنا بقى ولا. بس الفترة دي كان شغل جوزها روي مش ماشي احسن حاجة يعني، كان يدوب اللي جاي على قد اللي رايح والدنيا مزنقة شوية. وهنا قررت جولي انها تتطلق من روي وتعيش حياتها، وبالنسبة له ما كانش في اي مانع ان هو يطلقها. بس في الاول اتصل باخته رينجي وحكى لها الموضوع. وبعد كام يوم كان الاخوات كلهم الثلاثة متجمعين، وروي طلع وصية ابوه كان كاتبها قبل ما يموت. وقال في الوصية دي ان ملكية البيت الكبير اللي هم عايشين فيه بيت العيلة تتنقل لرينجي وجولي اللي هم البنتين، مرات ابن روي جولي وبنته الصغيرة رينجي. وهنا استغربوا هو ايه اللي دخل جولي في الموضوع. هو اصلا قبل ما يموت كان شاكك في تصرفات جولي وكان بيتخانق معاها دايما، وهم كانوا عارفين بس ساكتين. وليه يدي الورث لبنتين مع ان عنده رجاله ما كتب لهمش اي حاجه خالص. بس انصدموا اكتر لما لقوا الوصيه معلهاش اي شهود. طبيعي ان الوصيه بيبقى فيه شهود بيمضوا عليها، بس الوصيه دي معلهاش اي شهود. فروي استغرب من الموضوع ده. من هنا بدا يشك في جولي، لان هو اصلا ابوه كان حكي له ان في مشكله او في حاجه بين جولي وامس ماسيو اللي هو قريب، وان في علاقه غير مشروعه وتمنص في الموضوع. وروي بدا ان هو يسال جولي دايما ويتعصب عليها دايما، لا ايه اللي بينك وبين امس. وطبعا جولي قررت ان تحط الشخص الثالث في القائمه. وفي يوم من ايام سنه 2011 جولي نيمت العيال وكانت مستنيه اما جوزها يرجع من الشغل، بيرجع على 11 بالليل كده ولا حاجه، وعملت له احلى اكله بيحبها، حمص بالكاري مع الرز يا معلم. وجوزها لما رجع روي كان مبسوط جدا بقى الاكله اللي بيحبها معموله. المهم كل كميه بسيطه من الاكل ولقى بطنه بتتكركب وقام واخد بعضه وداخل الحمام. بس فضل في الحمام فتره طويله ومفيش اي صوت بيطلع من الحمام، ولا صوت فاسيه كده ولا صوت قلوطه نازله جينا ولا اي حاجه. الفيديو بقى بريحه يا معلم. وهنا جولي فهمت ان اللي كانت عايزه تعمله حصل، والمعلم في الحمام اتدلق خلاص. فقامت متصله باخوه روجو وقالت له الحق روي في حاله خطره، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، الحقني يا ولد، ده مرمي في الحمام وبقه بيطلع رغوه كانه خد فم برسيل في بقه. وفعلا اخوه جه خده راحوا المستشفى، بس لما وصل المستشفى الدكاتره قالوا هو مات خلاص. وفي نفس اليوم بالليل جولي اتصلت برينجي وهي عماله تعيط بقى ومنهاره بقى، جوزها مات يا نهار اسود. وبلغت رينجي وقالت لها اخوكي روي مات، شفتي اللي حصل يا اختي؟ طبعا رينجي قالت لها هو ايه اللي حصل، ازاي مات؟ فجولي قالت لها والله ده رجع من الشغل بالليل زي الطبيعي بتاعه، واما جيت احضر له الاكل قال لي لا انا مش جعان، انا العصريه كده لقيت الاكل اللي انا بحبه حد بيعمله، رز وحمص وكاري، وكلت ومرضوش ياكل حاجه ودخل الحمام. وانا رحت المطبخ اسخن الاكل عشان اكل انا والولاد. بس بعد شويه ما خرجش من الحمام واكتشفت اللي حصل. بس المره دي بقى الدكاتره كانوا مصرين جدا ان هم يشرحوا الجثه، واللي اصر معاه كمان خال روي بقى كان اسمه ماشا ديل. الراجل ده فجاه ظهر خالهم هو وقال لا لازم تشرحوا الجثه. ماشا ديل ده كان هو الوحيد اللي حس ان في شيء غلط بيحصل، وان العيله دي في حاجه شؤم فيها ولازم نفهمها. وفرض كلامه على الكل وخلى فعلا الدكاتره تبدا في تشريح الجثه. وبعد التشريح اتكتب ان سبب الوفاه ان الاكل اللي كله او جسمه دخل فيه السيانايد. والسيانايد دي ماده فعلا سم، حرفيا سم وسم شديد كمان. كميه بسيطه منها اصلا كفيله ان هي تموت اجدع جدع، بعد الشر عليك عسل انت. وهنا بقى العيله انصدمت، اللي هو سيانايد، هو ليه ياخد سيانايد ولا ايه اللي ياكله سيانايد؟ وهنا جولي قامت داخله في الموضوع، قالت لهم انا اقول لكم على حاجه انا عارفه ان الكل ما يعرفهاش، روي اصلا مديون بتاع 1,000,000 روبيه ولا حاجه، والفتره اللي فاتت ما كانش قادر يعيش بشكل طبيعي بسبب الديون اللي عليه، فاعتقد في الغالب اللي هو انتحر بسبب الفلوس اللي عليه. الغريب بقى ان رينجي وروجو صدقوا كلامها اللي هم اخوات روي، وكمان كانوا متضايقين من اخوهم ان هو انتحر بسبب حاجه زي كده. وروج قال لرينجي اللي هو طب هنعمل ايه بقى في الدين اللي عليه ده ولا هندفعه ازاي؟ بس الغريب ان بعد موت روي وبعد فتره كمان محدش سأل على دين ولا حد جه قال عليه فلوس وعايزين فلوسنا. وطبعا في الفتره دي كانت جولي اجبرتهم ويعني اقنعتهم كمان ان بلاش تحقيق بقى في الموضوع، وفعلا خلتهم توقف التحقيقات اللي الشرطه كانت هتعملها، لان اصلا كانت الفتره دي بدات وسائل الاعلام تتكلم عن الناس اللي عماله تموت دي، 3 افراد من عيله واحده ويموتوا ورا بعض، فعارف كان اي اخبار يعني. وكمان عشان طلع رئيس مركز الشرطه هناك وقال ان القضيه دي او الموت ده كان فيه سيانايد، ورئيس مركز مراقبه السموم بكيرلا طلع وقال لا دي كده قضيه وتعتبر جريمه قتل وان لازم يتحقق فيها. بس طبعا الشرطه عدت الموضوع ومحدش حقق في حاجه والدنيا مشيت، وده بسبب ان السيانايد شيء غير قانوني، يعني مش اي حد يعرف يتداوله كده ويدوه لبعض، وان محدش بيتعامل بالسيانايد ده غير الناس اللي شغاله في الصاغه وفي المجوهرات والحاجات دي، ودول بس اللي يقدروا يجيبوا سيانايد بسهوله عشان بيلمعوا بيه المجوهرات والحاجات دي. واللي مركز في الموضوع ابتدى يترجم اللي بيحصل. وجولي رجعت البيت مسيطره عليه كامل متكامل خلاص، وبقت ست البيت، لحد اما في يوم من الايام روجو اخو روي كان رايح يدفع الضرايب بتاعه الارض، وهو
وهو هناك بيخلص ورق الارض اكتشف ان في اجراءات اصلا شغالين فيها قيد التنفيذ لنقل ملكيه الارض كامله باسم جولي. ساعتها قام متصل باخته رينجي على طول وقال لها على الموضوع، وطبعا هي استغربت الكلام فطلبت منه انه يستخرج نسخه من الاوراق دي ويجي لها على طول. وأما جالها اكتشفوا ان اصلا ان الاوراق دي كلها مزوره، وورق متزور من نقل ملكيه الاب للابن ومن الابن للزوج، يعني من توماس الحما لابنه روي ومن روي لجولي مراته. والوثائق اللي خرجوها كان عليها توقيع كاتب العدل وكل الطوابع اللازمه، يعني كل حاجه المفروض تبقى سليمه. بس عشان يثبتوا ان الاوراق دي مزوره جابوا الوصيه القديمه اللي هو كان كاتبها لجولي ولرينجي ومن غير اي شهود، واتصلوا بكبار العيله وعلى راسهم اللي هو خالهم اللي كان اسمه ماتشاديل، اللي اصر على الدكاتره ان هم يشرحوا الجثه ولازم يبص عليها، وحكوا له على كل حاجه وادوا له الاوراق الرسميه القديمه والجديده. وعن طريق الورق ده عرفوا يسحبوا ملكيه الارض من جولي ويرجعوها زي ما كانت تاني. وطبعا في الفتره دي كانوا يقدروا يسجنوها، يرفعوا عليها دعوه قضائيه طبعا وياخدوا منها كل حاجه، بس هم ما عملوش كده وقالوا ان هي عندها طفلين بتربيهم وسامحوها على الشيء ده وسابوها تعيش. وكمان سابوها جوه نفس بيت العيله وقالوا لها كملي حياتك عادي. وهنا جولي عرفت ان كل ما يحصل مصيبه بيروحوا لخالهم اللي هو ماتشاديل ده وبيلجأوا له في اي حاجه، وان هو الوحيد اللي بيشك في تصرفاتها وشاكك ان في حاجه اصلا بتحصل، وهو الوحيد اللي كان بيحكي للكل ويقول ان موت روي ده مش انتحار وان في حد قتله. وهو اصلا من بعد موت روي بعد موت روي بدا يجي البيت كتير لجولي ويطمن عليها، يبص في البيت، تحس ان هو شاكك في حاجه. كانت باينه قوي ان هو مقتنع ان هي اللي قتلته وبيحاول يدور على دليل عشان يعرف ان هي اللي قتلته. وكمان عارف ان في علاقه بينها وبين إيميس ماسيو، وإيميس ماسيو يبقى ابن اخوه، فكده كده برضه شاكك فيه. وطلب منها اكتر من مره ان تبعد عن إيميس ماسيو ده وتشوف حياتها، ويقول لها انت عندك اولاد وست محترمه والمفروض تكملي حياتك يعني وتسيبك من الهبل ده، وان لو استمرت على كده هيقول للعيله كلها وساعتها العيله هتتصرف معاها بشكل مختلف. وهنا جولي حست ان الشخص ده اللي هو ماتشاديل ممكن يكشف حقيقتها قدام الناس، وهو كمان لازم تتخلص منه يا سيدي. وفي يوم من ايام سنه 2014 جت اتصال لرينجي من جولي وقالت لها للاسف خالك مات، كان عندي في البيت وطب وقع ساكت ماليش دعوه انا بريئه. وهنا رينجي اتجننت بقى، انت بتحكي وبتقولي ايه؟ وهنا شكوك رينجي بدات تزيد بزياده بقى، اللي هو في ايه بالظبط بقى. بس ما حدش شك في العموم لان كانت علاقه جولي مع الخال اللي هو ماتشاديل كانت كويسه بالنسبه للناس، دايما بيزورها وبيطمن عليها وهي بتكلمه، فظاهريا هم تمام. ده غير ان جولي بقت خبيره في موضوع التسميم ده وبقت عارفه المقاسات او الكميه اللي تموت بس ما تبانش وحركات بقى. والدكاتره ما كلفوش نفسهم وقالوا ده راجل كبير في السن وتلاقيها ساكته قلبيه برضه ولا دماغيه وشكرا. وجولي كان عندها هدف في حياتها، عايزه تعيش مرتاحه وبنفس الوقت تستولى على كل شيء، كان عندها هوس بالموضوع ده. بس طبعا الخطه ما نجحتش وعرفوا يرجعوا الاوراق والملكيه والكلام ده كله، وبقت عايشه في البيت هي وعيالها وما عندهاش اي حاجه. وفي نفس الوقت بدات الناس واحده واحده بتشك في علاقتها مع إيميس ماسيو، وحست بقى في اللحظه دي ان هي لازم تقلب الترابيزه وتدور على شخص تاني اصلا يكون احسن من إيميس ماسيو ده ويكون احسن من جوزها اللي مات روي. وهنا جه في دماغها واحد من قرايب جوزها كان اسمه شاجو زكرياس، كانت دايما بتقول للكل اصلا ان هي لو عندها جوز زي شاجو ده هتكون سعيده جدا وكل طلباتها مباحه. والسبب ان شاجو كان مدرس برضه بس بياخد اجر عالي جدا وكان نوعا ما من اللي يتقال عليهم أثرياء. بس في مشكلة إن شاجو متجوز واحدة اسمها سيلي وعنده طفلين، ولد اسمه أبيل ده كبير شوية وبنت اسمها 2000 و2000 دي لسه صغنططة جدا يعني. فبدأت المجنونة بنت المجانين جولي تفكر وتحط الخطة، فقالت بس أنا هقتل مراته عشان الطريق يبقى مفتوح لي إن أنا أتجوز. بس جه في دماغها حاجة إن لازم حد كمان هيموت عشان الطريق يبقى فاضي بجد. وتخيل ان هي كانت بتفكر ان الشخص التاني اللي هتقتله هو البنت اللي لسه صغيرة 2000. هي لو قتلت سيلي بس هتضطر تربي البنت الصغيرة، انما تقتل الطفلة الصغيرة وتقتل امها سيلي ساعتها الطريق هيبقى خالي بجد. وما كذبتش خبر يا معلم. 1/5/2014 كان عيد ميلاد ابيل اللي هو ابن شاجو الكبير، وطبعا جولي وعيالها كانوا من المدعوين. وطبعا دخلت البيت وكانت جايبة الهدايا، كانوا قاعدين مبسوطين والعيد الميلاد شغال. مرة واحدة لقوا الطفلة الصغيرة اللي هي 2000 بدأت تصرخ جامد وبتتشقلب على الارض وبتعمل حركات غريبة. طبعا الكل جري على الطفلة، ابوها مش شايلها، رايحين على المستشفى. دخلت المستشفى، بعد شوية الدكاترة خرجوا، الطفلة ماتت. الكل كان فاكر ان الطفلة اتخنقت من شيء او كلت حاجة زيادة فقتلتها. الكلام ده كله طفلة عندها 2 سنين، فاهم يا جدع؟ طفلة عندها 2 سنين تم تسميمها بالسيانايد من انسانة بنت مجانين. وبعد وفاة الطفلة اللي اسمها 2000 امها اللي اسمها سيلي كانت بتعاني من الاكتئاب طبعا. وهنا جولي خدت طريقها وقربت منها وبدأوا يبصحوا وكملت
نفذت الخطه بتاعتها يا معلم. بقت لها ان ليها عمها كان برضو عنده حاله اكتئاب وكان بياخد دواء معين كده، والدواء ده كان بيريحه شويه، فايه رايك لو خدت الدواء ده ممكن ترتاحي من الاكتئاب. وفعلا التانيه اقتنعت واشترت الدواء. جولي خدت الدواء، فتحت الكبسوله، حطت لها السيانايد وقفلت الكبسوله. وفي يوم كانت جولي وسيلي وجوزها شاجو رايحين عياده الاسنان، وهم في غرفه الاستقبال فجاه قامت جولي مطلعه حبايه واديتها لسيلي وقالت لها خديها عشان ترتاحي شويه، قالت لها هتخفف الضغط عليكي وهتخليكي مرتاحه. المعلمه خدت الحبايه وقبل ما تخش للدكتور اغمى عليها واترمت على الارض. خدوها وكانوا طالعين على المستشفى وهم في الطريق كانت ماتت. والدكاتره اصروا ان هم يشرحوا الجثه، لان يعني واحده داخله لدكتور السنان فجاه تقع كده من طولها، لازم نشرح نفهم فيه اللي بيحصل. بس شاجو طلع قال لا، ممنوع انكم تشرحوا الجثه لان احنا كعائلتنا ما بنشرحش جثث. والدكاتره سمعوا كلامه عشان هو جوز الضحيه يعني، مع ان لو هنتكلم بالعقل فاكتر حد هيتشك فيه الجوز او الزوج، بس الهند بقى. وفعلا خدوا الجثه رجعوها البيت عشان يعمل حفله وداع يعني. وفي حفله الوداع دي الناس بدات اصلا تقول شكل شاجو وجولي متفقين مع بعض عشان خاطر يموتوا سيلي ويتجوزوا هما. بس في الاخر محدش شك لان ما كانش في مشاكل بين سيلي وشوجو اصلا ولا شاجو، فكان كله تمام، فليه هيقتلها. ومن اليوم ده جولي بدات تعدي. بس رينجي كانت مستغربه شويه ان جولي بتجيب الورود وعامله نفسها حزينه وبتقدم كل حاجه وتحس ان هي ست البيت قوي عند شاجو، فبدات تحس ان برضه هي بتحاول تسيطر على المكان زي ما كانت بتعمل لما امها ماتت ولما ابوها مات ولما جوزها مات ولما اخوها روي مات، كانت بتحاول تسيطر دايما على المكان. وهنا جالها تفكير غريب شويه، يا ترى جولي هي ورا كل الناس اللي ماتوا دول، وهي اللي قتلت سيلي دي كمان عشان تاخد جوزها؟ بس مش معقوله ان هي اللي قتلت الطفله كمان. بس مش غريبه واحده قتلت كل دول ان هي تقتل طفله عادي. فالتفكير ده بدا يمسك رينجي، بس ما كانش في اي اثبات قدامها يخليها فعلا تقول ان جولي اللي عملت كده. وبعد سنه من موت سيلي اللي هي مرات شاجو، جولي اتصلت بابنها الكبير وقالت له ان في حد متقدم لي للجواز. ولما قال لها مين الشخص المتقدم لك، قالت له شاجو اللي هو جوز المرحومه سيلي. وطبعا هي كانت في المكالمه دي بتحاول تاخد موافقته. هو قال لها يا امي ما دام انت مرتاحه وهيصونك مفيش مشكله. وفعلا سنه 2017 اتجوزت جولي شاجو وشاجو اتجوز جولي وعاشوا مع بعض. واخيرا جولي حققت اللي هي عايزاه واتجوزته بعد ما قتلت 6 بحالهم بنت المجنونه، الحما والحما حماتها وحماها وجوزها والطفله وسيلي وخالهم، لحد ما حصل اللي حصل. وسنه 2019 رينج طلبت من اخوها ان هي عايزه نسخه من التقرير بتاع تشريح جثه اخوها روي اللي مات لما عملت له الحمص بالكاري. ولما خدت التشريح وشهاده الوفاه صدمت بقى رينج ساعتها. التشريح بيقول ان السيانايد كان في جسمه على الساعه 11 بالليل وقت العشاء، وان كان في اكل مش مهضوم في بطنه قبل ما يموت. وافتكرت مكالمتها مع جولي لما قالت لها ان هو على العصر لقى محل بيعمل حمص وكاري مع الرز والاكله اللي بيحبها وكلها، واما رجع ما كلش ودخل الحمام ومات. العصر الساعه 3 4 العصر، بس التشريح بيقول ان هو مات 11 بالليل. وهنا رينجي فهمت ان في تناقض غريب جدا في الكلام، فبدات تتاكد اكتر ان الست دي جولي ورا كل اللي بيحصل. ورينجي خدت بعضها وراحت للقسم الشرطه وطلبت الضابط. قعدت مع الضابط حكت له كل اللي حصل، وحكت له عن الناس اللي ماتوا وعن التقرير وعن الكلام اللي اتقال لها في المكالمه وان هي شاكه في جولي. والحمد لله الضابط خد كلامها جد وخد القضيه وسلمها لفرع الجريمه، وشكلوا فريق بحث كامل مهمته يتحرى عن الموضوع اللي حصل ده او عمليات الوفاه دي. وطبعا زي ما قلنا ان جولي قايله لهم ان هي اشتغلت في مدرسه وبتروح وبتيجي والكلام ده كله. والشرطه بدات من المكان ده وراحت المدرسه عشان تسال عنها. وهناك الشرطه انصدمت ان مفيش حد بالاسم ده اشتغل في المدرسه اصلا. ورينجي اكدت للشرطه لما قالوا لها كده ان لا هي شغاله، حتى هي بتلبس بطاقه كده كارنيه، الكارنيه ده مكتوب فيه اسمها وشغلها، والكارنيه ده موقع ومختوم، فاكيد في حاجه غلط. وان اصلا مستواها التعليمي واخده ماجستير في التجاره ويعني انسانه مثقفه، فاكيد المدرسه غلط او في حاجه غلط. فبداوا يدوروا ورا شهاداتها وفعلا لقوا شهاداتها المهنيه موجوده، ولقوا ان ورقها كله موجود وان هي فعلا واخده ماجستير في التجاره. بس بعد ما دوروا شويه صغيرين اكتشفوا ان كل الاوراق دي مش باسم جولي، وان الورق ده كله متاخد من بنت تانية او محطوط باسم بنت تانية او مسروق او متبدل باسم بنت تانية، واسم البنت الحقيقيه اليزابيث سيبستيان. وان جولي خدت كل الاوراق بتاعتها من شركه ما وشالت اسم اليزابيث وحطت اسم جولي اسمها هي. ومن هنا الشرطه اشتبهت خلاص ان جولي ورا عمليات القتل دي، فبعتوا لها عريضه كامله ان هم بيتهموها بالحاجه دي وان لازم يحققوا معاها في اقرب وقت. طبعا جولي لما جالها العريضه اتصدمت، اتصلت بابنها ريمو ده اول حاجه عملتها، وقالت له عمتك وعمك شاكين فيا وبيقولوا ان انا اللي قتلت ابوك وانا اللي عملت وانا اللي سويت وهم مجانين، حاول تعقلهم ويلغوا القضيه اللي عاملينها دي ويسحبوا الورق من الشرطه. وطبعا الابن عمره ما
يتوقع ان امه تعمل كده. وفعلا اتصل بعمه وعمته وقال لهم يعني اسحبوا البلاغ اللي انتوا عاملينه ده، وايه الهبل ده، ويعني امي مش هتعمل كده. بس طبعا هم زعقوا له وقالوا له امك متهمه بالموضوع ده وهي اللي عاملاه وهتشوف. ومن هنا بدا الاعلام والصحف بقى يتكلموا عن الموضوع بدا ينتشر بطريقه مرعبه. يعني 4 بني ادمين من عيله واحده ولا 3 بني ادمين من عيله واحده ماتوا بنفس الطريقه. بعد كده ناس قرايبهم من بعيد شويه برضو ماتوا بنفس الطريقه. في حاجه غلط. ومن هنا الفريق اللي المفروض مختص في التحقيق ده رجع للقبور تاني بتاعت الضحايا، وبداوا يعملوا تحليل جنائي عشان يعرفوا في سيانايد موجود ولا لا. وده طبعا كان صعب لان اول ضحيه سنه 2002 وهم دلوقتي بص في امتى. اكيد الجثث معظمها اتحلل خلاص ومش هيعرفوا يطلعوا منه شيء. وطبعا بقيه العيله بداوا يزعقوا لرينجي واخوها اللي هو انتوا بتنبشوا في القبور ليه، وايه الهبل بقى اللي بتعملوه ده، وخلوا الدنيا هاديه ليه اللي انتوا بتعملوه ده كله، خلي اللي في قبره مرتاح وبطلوا هبل. بس رينجي واخوها فضلوا مصرين ان هم هيكملوا في الاجراءات. وفعلا تم نبش القبور واستخراج البقايا الموجوده من الجثث وبعتوها للمختبر الجنائي عشان تتحلل ويتعمل عليها الفحوصات. وفي نفس الاوقات دي كان ريمو قاعد مع والدته جولي وقال لها يعني قولي لي بصدق، قولي لي يا امي كده بيني وبينك، انت فعلا عملتي حاجه زي كده؟ في الاول كانت بتملص منه وبتغير الموضوع لحد ما في النهايه قامت معترفه له ان هي فعلا عملت كده. ساعتها الولد متصل بعمته رينجي وقال لها انا امي كلمتني وفعلا قالت لي ان هي اللي عملت كل ده، وان هي لازم تتصل بالشرطه ويقبضوا عليها بجد لان هي فعلا اللي قتلت ابوهم وهي اللي عملت كل الليله دي. فساعتها رينجي قالت له خد اخوك واقعدوا في اوضتكم، تخرجوش منها ولا تاكلوا ولا تشربوا ولا تلمسوا اي شيء لان ممكن تقتلكوا او حاجه لحد اما الشرطه تيجي. وتاني يوم الصبح كانت الشرطه وصلت وفعلا اعتقلوا جولي، بس اعتقلوها بشكل مباشر بقى مفيش تحقيق، بتهمه قتل جوزها و5 ضحايا كمان. ورينجي خدت الولدين وقالت لهم انتوا هتعيشوا معايا لحد اما الموضوع يخلص. والشرطه قالت لجولي ان هم بيتهموها قتل ال6 ضحايا لاجل السرقه والسيطره على الممتلكات. ولما سالوها انت لوحدك في الجرايم دي ولا في حد كان بيساعدك، فهي قالت ان هي كانت لوحدها، وان هي في يوم من الايام قرت في الصحافه في الجرايد يعني ان السيانايد ده شيء سام جدا على الانسان وممكن يقتل اي شخص بسرعه. وقتها كانت تعرف شخص اسمه ايميس ماسيو كان شغال في الصاغه وفي المجوهرات، وده سبب صداقتهم اصلا، وطلبت منه السيانايد وفعلا جابه لها. وفي اللحظه دي تم القاء القبض على ايميس ماسيو كمان واتهموه بالمشاركه في عمليات القتل، وكل الجرائم اللي حصلت اتهموه فيها معاه. بس هو قال ان هو ما كانش يعرف ان ورا السيانايد كل ده، وان هي قالت له ان هي عايزاه عشان هتنضف بيه حاجات. وبعد كده الشرطه راحت بيت جولي وفتشوه تفتيش دقيق يعني لحد ما طلعوا باقي السيانايد اللي عندها. بس رغم كل ده هم ما عندهمش ادله كافيه لان الجثث تشريحها كله ما عرفوش يظهروا فيه السيانايد بعد الفتره دي كلها، فما كانوش عارفين يربطوا كل جرائم القتل مع بعض. يعني ما فيش دليل واضح في ايديهم ان كل الضحايا دي ماتت بالسيانايد. بس كده هي متهمه في ال6، وكل جريمه منهم بتاخد سنه تحقيقات ومحكمه. يعني معانا 6 سنين عشان جولي تتحكم عليها في ال6 قواضي، وهي اتمسكت اصلا في 2020. يعني معانا لحد 2026 وهي بيتحكم عليها في كل قضيه لوحدها. وطبعا جثه روي اللي هو جوزها لقوا فيها السيانايد فدي مش محتاجه يعني. وفي سنه 2023 جه تقارير عن السيانايد اللي في جسم الجثث، بس كل التقارير جت سلبيه اصلا. وجولي حاليا في محكمه الجنايات، وايميس ماسيو كمان مسجون زي ما هو لحد ما يتاكدوا ان ليه علاقه بجرائم القتل ولا كان فعلا ما يعرفش هل هو متورط ام غير متورط. اتفشخ بقى لحد ما نعرف. ورينج رجعت عاشت في بيت اهلها، واخوها روجو رجع معاها وربوا اولاد جولي وعايشين في البيت بكل سعاده، مفيش حد بياكلهم الساينايد. بس سؤالي هنا، هل السلطه والمال والثراء والجاه والحاجات دي كلها تستاهل ان الشخص يعمل كده في بشر تانيين، او تستاهل ان هو يبوظ حياته كامله عشان خاطر شويه حاجات دنيويه؟ والمشكله ان رينجي لما راحت زارت جولي في السجن كان نفسها ترد عليها رد مقنع هي ليه عملت كده، بس لما سالتها جولي ما ردتش غير بجمله واحده وقالت لها اللي حصل حصل بس كده. فمع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا، وربنا يبعد عننا المجانين دول. وعيب بقول لكم الله يبارك لكم، خد بوسه ولا احدف.